وبعدين يعني هو الشيخ الفنان الداعية سامح حسين عايز مننا ايه؟ بعد نجاح البرنامج بتاعه قضايف وبعد ما طلع مع سيادة الرئيس اللقاء الأول اللي كان عمله سيادة الرئيس، نتفاجئ أول يوم العيد طالع مع سيادة الرئيس في لقاء تاني، ومش هو لوحده، هو والفنان أشرف عبد الباقي، وطلعوا عملوا عرض قدام سيادة الرئيس على المسرح مباشر. بعدها كمل الفنان سامح حسين العرض بتاع برنامج قطايف قدمه قدام الرئيس بنفس الطريقة اللي بيقدم بيها البرنامج، ولكن لايف قدام سيادة الرئيس. طب اطلع وادخل من غير ما حد يحس؟ ازيك يا سامح؟ الحمد لله. كل سنه وانت طيب. الحمد لله، وحضرتك طيب؟ اكلت كحك ولا لا؟ لا، قطايف بقى. ما القطايف دي في رمضان. لا، القطايف كتير قوي ان شاء الله. بعد ما قدم البرنامج بتاعه نتفاجئ في نهاية البرنامج بتصريح من الفنان سامح حسين استفز ناس كتير جدا، وناس كتير علقت عليه. التصريح ده بيقول لك ايه؟ بيقول لك ان المفروض المصريين ما ياخدوش اجازات كتير، والمفروض ان احنا نلغي الاجازات ونخلي السنة كلها شغل. يعني التصريح ده قلب الدنيا وناس كتير طلعت علقت على التصريح ده، اللي يقول لك اهو الفنان اللي انتوا بتتكلموا عليه، واللي يقول لك اهو الشيخ الداعية اللي طلع مع سيادة الرئيس، واللي يقول لك ابتدي يا عم ده اول التصريحات، الفنان عايز يلغي الاجازات الرسميه من المصريين. لو مش كده وبس، طلعت برضه ناس اتكلمت وعلقت على لقاءاته الكتير مع سياده الرئيس، اللي يقول لك ان الموضوع ده متفبرك، واللي يقول لك ان القصه دي متظبطه، واللي يقول لك ان القصه دي اصلا مترتب لها من قبل شهر رمضان. طب ايه القصه وايه الحدوته؟ القصه والحدوته باختصار ان الفنان سامح حسين في اول ايام العيد طلع مع سياده الرئيس بالفعل على المسرح وقدم العرض بتاعه من برنامج قطايف لايف قدام سياده الرئيس، وجاء في نهايه العرض قال الكلمتين دول فعلا، قصه ان احنا محتاجين نلغي الاجازات، ولكن الفنان ما كانش يقصد المعنى اللي فهمته الناس. طلع بعد اللقاء على صفحته الرسميه ونزل بوست كتب فيه ان هو ما يقصدش بالفعل المعنى اللي الناس فهمته، ولكن هو كان كاتب ان هو يقصد ان الاعياد عندنا بتلم المصريين وبتجمعهم وبتفرحهم، فالمفروض تبقى اعيادنا اكتر واكتر، ولكن مش لازم ان كل الاعياد دي تبقى اجازات. ده المعنى اللي كان يقصده الفنان من التصريح اللي قاله. نيجي بقى للقصه الثانيه اللي هي قصه لقاءاته مع سياده الرئيس. قصه لقاءات الفنان سامح حسين مع سياده الرئيس واعجاب الرئيس وانبهاره بالبرنامج اللي بيقدمه الفنان سامح حسين دي حاجه رائعه جدا وحاجه جميله جدا. الحقيقه انا مش عارف الناس اللي بتطلع تنتقد القصه دي بتنتقدها ليه؟ هل الناس دي زعلانه ان سياده الرئيس بيدعم المحتوى الجيد في بلدنا، حتى لو زي ما بعض الناس بتقول ان القصه دي معموله ومتظبطه ومتفبركه؟ ولنفترض جدلا يعني ان الكلام ده فعلا حاصل، طب ما دي برضه حاجة كويسة إن الدولة بتدعم المحتوى الجيد والمحتوى الهادف، وإن يبقى اتجاه الدولة الفترة اللي جاية هو دعم المحتوى الجيد والمحتوى الهادف، المحتوى اللي يفيد الناس، مش أفضل ما ندعم المحتويات التافهة والمحتويات الهايفة بتاعت كبس كبس ولايفات التيك توك اللي دعموها أصحاب الأموال على مدار سنين فاتت، كانت سبب في فساد الذوق العام الفترة اللي فاتت كلها. طبعا أنا عارف بسبب الكلام اللي أنا بقوله ده في ناس كتير هتطلع تقول لك أنت بتطبل، أنت بترقص، أنت بتعمل، أنت بتسوي. طبعا دي نفس الفئة اللي بتطلع تنتقد البرنامج بتاع الأستاذ سامح حسين، أو على الأقل شبيهة بيهم، إن دي نوعية الناس اللي بتحاول إن هي تنتقد أي حاجة كويسة أو أي حاجة جميلة أو أي حاجة هادفة. وأنا عن نفسي ما كنتش مستبعد فكرة إن الأستاذ سامح حسين تطلع ناس كتير تنتقد وتطلع ناس كتير تهاجمه بعد النجاح الكبير اللي حققه في البرنامج بتاعه. وفي الحقيقة لو ما كانش حد طلع انتقده وهاجمه ده اللي كان هيبقى غريب بالنسبة لي. وبالفعل ما خيبوش ظننا، طلعوا بالفعل هاجموه وبيحاولوا يمسكوا له على السقطة واللقطة. واللي الناس مش عارفاه ان الفنان سامح حسين لا هو شيخ ولا هو داعية ولا هو اي حاجة من الكلام ده كله، ولا هو اعلن عن نفسه قال ان انا شيخ او داعية، وانما هو مقدم لبرنامج بيقدمه على منصات التواصل. فالبرنامج ده لقى استحسان الناس ولقى استحسان الرئيس ولقى استحسان الدولة، فالمفروض ان احنا ندعمه ولا نطلع نهاجمه؟ في الاخير الناس دي لا بيعجبها العجب ولا الصيام في رجب على رأي المثل، لأن لو كانت الدولة دعمت المحتوى الهايف كان هيقول لك بص الدولة بتدعم المحتوى الهايف، ولما الدولة بتدعم المحتوى الكويس والمحتوى الجيد وبتقف في ظهرهم يطلعوا برضه يشوفوا السقطة واللقطة ويحاولوا ينتقدوها ويحاولوا يطلعوا أخطاء، زي اللي ما لقاش في الورد عيب قال له يا أحمر الخدين. ربنا يوفق الأستاذ سامح.